تعرف كندور المدينه كلها مستحس، ولا ما تيقتيش يلا معايا. كتخاف من الرد؟ تخافيش غير. ايه كيف كنت فيه؟ أربي حكينا علينا بالإسلام وليش وطني. عليك تبكي داير السينما ديال بوجنود ديسبيرسي-moi cette racaille. السينما ديال بوجنود تيساهم قسط كبير تهديه المقاومه باش يشريو السلاح. شهيدا للحريه. شفتي شكون داك الراجل اللي معاك؟ منين نخلصوا الحانوت ديما مسدود؟ شد فمك اصرت لسانك. هادو مقاومين كيكافحوا باش يحرروا بلادكم من الاستعمار. مستعمر الرفاق ما كيعرف غير لغة العنف. داكشي علاش خصنا نردو عليه بنفس اللغة. كيحسب لك حنا كنلعبوا هنايا؟ فيق شويه راه حنا في حرب. اش يديروا لي؟ اش عندهم ما غادي يديروا لي؟ غيقطعوا لي لساني، غيقتلوني ويلوحوني في مخارب. الخوف اكثر من الموت. طف الصباح غتمشي مع عمك. يوسف كيبغيني. صحابك اللعب ورا الحرب. ما تشوفيش لتحت، شوفي في انا غسل داكشي. يلا نقصي. حياتي كتعاود فيك، ما تخليهمش يا بنتي، ما تخليهمش. سلام، معكم أميمة باريد في سيني أطلس الجديدة. جينا باش نبريزونطيو لي فيلم ديال لو رياليزاتور عبد الحي العراقي، سميتو 55. كنلعب فيه لو رول ديال إيشا، واحد البنت اللي مقاومة كتقرا في القرويين، كانت كتقاوم من أجل الاستقلال ديال بلادها. السلام عليكم، معكم محمد عاطف، فنان مغني وممثل. في أول تجربة لي في السينما في دور يوسف، فيلم 55 الفيلم لعبد الحي العراقي. صراحة فرصة رائعة أنه اتاح لي الفرصة أنني نكون في بطولة أحد الأفلام اللي كيتكلموا على التاريخ ديالنا، وكيتكلموا على واحد الحقبة اللي كانوا فيها رجال دافعوا على البلاد. وكنبغي ندعو كاع الناس يجيو يتفرجوا في هذا الفيلم، لأنه غتلقاو فيه حتى مغربيت، وكلكم غادي تلقاو راسكم في وسط الفيلم. Salam, je m'appelle Caroline Locardi-Laraki, productrice du film 55, Ramsa ou Ramsin d'Abdelhai Laraki. Nous sommes ce soir à la prochaine étape de El Jadida pour la sortie nationale du film Ramsa ou Ramsin. On est très heureux d'être ici, c'est une ville qui signifie beaucoup pour le réalisateur et on sera là avec vous ce soir pour débattre, pour échanger. Voilà, un film 100% marocain qui parle de notre histoire. Soyez au rendez-vous. À très bientôt dans les salles et passez le bouche à oreille et rentrez dans les réseaux. Fès Summer 55 ou Ramsa ou Ramsin, le film. À bientôt. فيلم فاس خديتو بحال واحد سميتو بحال واحد تياتر دايزه فيه القضيه. الا شتي ما كايناش شي حاجه من غير القرويين، والقرويين شنو راه كليه اول كليه في العالم كامل. دونك الحضاره مغربيه ماشي فاس، ولا يمكن هو فاس دايزه القصه في فاس، ولكن الا شتي كل واحد جاي من جهه وجهات المغرب كامل موجوده. الحاجه الاولى اللي بغيت نقول، انا سعيد بزاف هاد الدوره هنا في جديده، حيت جديده انا عشت فيها عامين في الليسي بن خلدون. كانت عندي 15 عام و16 عام، وكنت ساكن عند عمي قاسم الله يرحمه. كان عندي جوج عمامي عايشين في جديده، قاسم العراقي كلهم مقاومين، وسليمان العراقي معروفين. كاينه واحد الساحه سميتها في سميت سليمان العراقي. دونك انا سعيد باش الفيلم ديالي ندوزو ندوي مع الناس جديده، وحيت عندي جديده عزيزه بزاف
وعشت فيها عامين، وعمامي مدفونين هنا وعاشوا هنا وكانوا مقاومين معروفين. هذه الأولى. الثانية، الفيلم شنو بغيت نقول لك، الفيلم تيدوي على المغرب كامل، واخا هو سميتو 55 ودايس فاس فيلم في المغرب كامل، فيه الناس جايين من الصحراء، من الريف، من خنيفره، من فاس، من مكناس، المغرب كل. المقاومين كانوا شعب مغربي واحد واقف كي راجل على تيطلبوا الاستقلال والرجوع ديال محمد بن يوسف. وهذه مهمه. انت سمعتي الناس شنو قالوا على الفيلم وكل شيء. الحاجه اللي عجباني انا هي ملي تيكون الفيلم تيوقع ساعتين ديال السكات، حيت الناس يدخلوا في الفيلم وكل واحد تيحس براسو مواطن، تيحس براسو تيدافع على هذه البلاد، بحال داك الشيء اللي وقع من بعد الزلزال ديال الحوز. الناس وقفوا، راجل واحد مع سيدنا. هذاك الوقفه انا اللي بغيت تكون وقفه وحده والناس يحسوا بداك الحماس ويدافعوا على البلاد ديالهم وعلى الشجاعه ديال الناس اللي دازوا، وتبقى لنا فكره ديالهم. حيت الا المغرب اليوم وصلنا ليه بحال هكا، الناس قاوموا وضحاوا بحياتهم.